زي ما احنا متعودين نسمي الله الاول، بعد كده تعالى نشوف الشيف بقى الجميل هيعمل لنا ايه. جاب لحمه كده وغرز بها السكينه بالشكل ده، وقعد يتقطع على نفسه يقطع اللحمه دي. تبلها بشويه ملح وفلفل تقريبا بس كده. ده ايه ده؟ دقيق تقريبا كده، دقيق نبول كده. برضو فردها تاني، حط فوق منها الناحيه التانيه دقيق. جاب هنا البيض، انا معرفش كل وصفاته بيبقى فيها بيض كتير. جاب بقى هنا البيض وحط بقى شرايح اللحمه فيها بعد ما تبلها في الدقيق، وحطها هنا ايه ده، ايه ده تقريبا بقسماط، وحطها في البيض تاني ورجع برضو حطها في البقسماط. بعد كده يمليها تقريبا كده هيقليها. جاب هنا شويه الزيت غالي ده زي الزيت بقى، وحط بقى هنا ايه شرايح اللحمه البسيط دي، واتحمرت بقى باللون الجلد الجميل ده. بعد كده جاب كيوي هيقطعه، يا ترى كان بقى يعمل فيه ايه. تقريبا كده قشره وهيقطعه تقريبا كده شرايح. شايفين التقطيعه يا سيدي بقى، تقطيعه مفيهاش وقت كتير ولا فيها بقى ايه شويه حركات الكلام ده. هو بس بيشيل القشره، بيقطعها في النص وبعد كده يشيل القشره وقطعها شرايح كده بالشكل ده. جاب بقى حبايه واحده من الطماطم وقطعها برضو ايه حلقات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يا ترى هيعمل ايه؟ خليكم مكملين في الفيديو ونشوف هيعمل ايه. جاب بقى الكابوتشا دي وقطعها. ايه ده قطع الورق ولفه وقطع بقى الورق زي ما احنا شايفينه كده، قطعه شرايح صغيره خالص. وطبعا الصفايه اللي بنحط فيها الخضار وبتصفي فيها الميه تبقى جميله جدا. تغسلي كده الخضار وتحطيه في المصفى دي وتصفي الميه. انا معرفش ايه اللي جابه في الكيسه ده، ايه ده؟ حد يعرف يقول لنا برضو في التعليق هو ده ايه؟ ده ايه ده صويا صوص ده ولا ايه؟ كاتشب معرفش ايه تاني. جاب بقى قطعة اللحم حط عليها الخليط اللي هو عمله، وجاب بقى الكابوتشا وحطها كده، حط المايونيز وحط الكيوي وقطعة برضو من اللحمة. تقريبا كده هيعملوا زي كأنه همبرجر، طماطم برضو حباية من الكيوي. وبيحمر ايه بقى؟ لا ده بيسيح جبنة موتزاريلا بقى زي ما احنا شايفين كده. بس هو عمل سندوتش همبرجر تقريبا من غير العيش، سندوتش همبرجر باللحمة بس زي ما احنا شايفين كده، وشكله جميل طبعا. بالهنا والشفا يا شيف.